بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي في قناة الشباب الرياضية، نواصل معكم اللي بديناه في قناة نادي الشباب الرياضية، ونبدأ بتقرير مباراتنا مع نادي النصر. نتمنى التوفيق لفريقنا، فريق نادي الشباب. معنا الكابتن عادل عبد الله، بنسأل عن بعد الهزيمة المش متوقعة اللي كانت مع الوحدة، اللي ما تبين فيها هي مستوى نادي الشباب. نادي الشباب في عنده مستوى اكبر من هذا، ما راح تكون الا هي كبه، مثل ما قلت كبه جواد. ونشوف راي الكابتن عادل عبد الله في المباراه الجايه مع النصر. الحلو في المقابله انك انت اسمك عادل واسمي عادل. شو بقول لك عادل، مباراة الوحدة ما كانت في المستوى المطلوب منا. نحن ما قدمنا المستوى اللي يرضي الجمهور، ونحن يعني كانفسنا كلاعبين راضيين عنه. هناك المزيد كثير يعني لازم نقدمه على اساس ان نحن نرضى عن انفسنا، لان اللي قدمنا بعيد كل البعد عن المستوى الحقيقي لنادي الشباب. ممكن المباراة الأولى كانت نوعا ما مباراة افتتاحية فزنا فيها، لكن الفوز بعد ما يشفع ان نحن نكون مرتاحين. نحن ندري ان في تقصير كثير من جانبنا كأداء فني. مباراة الوحدة كان في غياب كبير، يعني اللعيبة ما كانوا مركزين، ذهنهم ما كان في المباراة، النتيجة ما كانت موجودة، يعني كل شيء ما كان لصالحنا يوم مباراة الوحدة. لكن اللي نحن هو مش وعد، لكن اللي المفروض نسويه نحن كلعيبة، الشغل اللي لازم يستوي نحن نرجع لمستوانا بأسرع وقت ممكن، لأن الدوري يمكن ما يسعفك انك انت تلحق بالركب او بالصداره، لان الفرقه راح تبتعد اكثر واكثر مع زياده مراحل، يعني مع انقضاء الاسابيع. انت هاي المباراه الثالثه، اذا ما تلاحقت نفسك من الحين، لان ممكن مفترق طرق طبعا مثل ما صرحت مع الاخوان، مفترق طرق من البدايه، هذا انك انت تلحق بالفرقه اللي مصدره. اذا انت لا سمح الله خسرت راح تتراجع، وتراجع هذا ما راح يكون في وقته حاليا يعني، وانت تلعب على ارضك. ونحن عندنا ريكورد زين، يعني ان المباريات على ملعبنا ما عندنا فيها خساره، ونتمنى نحن نحافظ على الشيء هذا. والله ويانا ان شاء الله. نتمنى مسانده الجماهير. طبعا الشيء هذا نحن دائما نقوله، الجمهور هو رقم واحد. انا بساعتها كنت اقول رقم 12 الجمهور، انا اقول جمهور رقم واحد، يعني محتاجين مسانده الجمهور. الجمهور لازم يكون معانا في الخساره في الفوز في كل الحالات. طبعا رن الجرس ونبدا التوري. بارحه ما شاء الله شفناك مجتمع مع اللعيبه وتتكلم وياهم، هل كان هذا يعني يعتبر ان شاء الله نقطه انطلاقه الشباب من هالمباراه؟ نقول اللي يرد الشباب اللي نعرفه اللي يقاتل لاخر دقيقه في المباراه. والله نحن محتاجين اخوي عادل، يعني من فتره لفتره محتاجين نذكر انفسنا على الاهداف اللي موجوده، شو اللي راح نسويه، شو اللي المفروض نسويه نحن في الفتره القادمه. الجلسات هاي نحن ما بغينا تكون على الملأ، ان الناس تشوف ان نادي الشباب يجتمع ولا اللعيبه يجتمعون، حتى ساعات تكون داخل غرفه الملابس. لكن الشيء هذا اعتقد انه المفروض يكون في كل نادي في كل مكان. يعني الاشياء الدوريه هاي انت تراجع حساباتك وتشوف وين انت واقف على ارض صلبه ولا موقعك وين، يعني نتمنى نحن نذكر انفسنا دائما بالاشياء اللي نقدمها والاشياء اللي المفروض نقدمها. يعني انا ادري ان الشباب عندهم الكثير. اتمنى نحن معظم الكلام كان ان كل شخص لازم يقدم كل اللي عنده على اساس نحن نقدر نوصل لمستوانا، واذا وصلنا لمستوانا نقدر نحقق النتيجه ان شاء الله. شكرا للكابتن عادل، وان شاء الله نشوفكم مقابله ثانيه. زوم معلم ابوي محجوز هذا حق المساك اللعيبه، بس ما ذكرت الرياض. أعزائي المشاهدين في قناة الشباب الرياضية، نحب اليوم أن يكون كارلوس فينانويفا نجمنا المعروف في نادي الشباب، واللي افتقدناه هذا الموسم لإصابته. نحب أن نستضيفه اليوم، نسأل آراءه عن مستوى فريق الشباب هذا الموسم، وهل هو يفتقد أنه يلعب مع الفريق. كارلوس فينانويفا, this is star for our team. All the fans, they miss you here in the
playground in the pitch. So I want to give out your opinion about the Shabab this year. How do you see the Shabab this year? Yeah, it was a difficult start. I think everybody was expecting a good result there against Al Wahda, but that is football. Sometimes the team play also well. They get many chances to score, and at the end they score one goal. So I think we didn't deserve to lose like this. But there is a good team, good coach staff, and good players. So I think we're gonna be like the last two seasons, we're in the top 5, top 4, fighting to even to be champion or to get any cup or to qualify to Champions League. I think this is our target every season. How you see the team? The team has missed something in the way, because all they see this is not the Shabab same last season or the two years ago. No, I don't know. I think the group is almost the same. I think maybe it's because we have a new coach. Sometimes the coach is asking new things, and we need time the players. We need time to do in the field what the coach wants. Sometimes I don't really know, but I think there is a very good coach staff and there is a good player. So maybe we need a little bit time, maybe 1-2 games more to be playing like the people want, and the most important is to get the points. Sometimes we can play bad, but the most important is to get the 3 points. But I think, as I tell you, we have good players, we have to believe, and maybe to wait maybe 1 game more, 2 games more, and we're gonna see the Al-Shabaab than before. We all believe that our player is the good player. There's nothing changed, but maybe they want time to have idea about how is Paquita's his idea for this. Yeah, maybe, but also maybe we got only bad luck, bad games, and the luck will change in the next game. But I think, as I tell you, you said before, we have good players, we have good coach staff, so we should get a good result, inshallah. Can you tell us about your injury? How many months you want? We hope how many days, but I don't know what. I would like to play right now, but it's impossible. I need maybe around 1.5 months, and I will reach the 6 months. But anyways, I cannot play till January or December when the window is open again to change player or stuff like this. So it doesn't matter if next week I'm okay or 1 month later or 2 months later, because I cannot play official games. So I'm feeling very good. We are working hard with the medical staff, and I think maybe in 1 month I will be training with the team. I hope. I really miss to be there in the field, training with my teammates, and to be playing football again. Did you feel what is different between you and Luis? Do you think that Luis is a good player, or what? No, of course he's a very good player. He helped a lot. He helped a lot to the team. That's why he's here. No, I don't know what to say about the difference, but he's a good player, and that's why he's here in Al-Shabaab, and he's helping a lot to the team. And do you think he will be in next registration in this season? You'll be ready for that? Next opening for the registration player. Yeah, I hope to be. I think I'm gonna be fit in that time, and I hope to be like in my 100%, because I really want to play for Al-Shabaab. I want to wear the Al-Shabaab jersey and to be fighting here inside with my teammate to get points. And I miss a lot to be playing football with the team. That happened maybe 6 months ago, was my last game against Al-Wasl, so it's a long time, and now I have to wait maybe 3 months more. So it's very long time, and really miss to play football. No, we hope to come again in our Shabab beach to
play again with our team. So thank you, Mr. Captain Carlos, for Thank this, you very much. and we hope that we come soon again in the Shabab Club. Thank you very much. Thank you. بدورنا نشكر كارلوس فيلانويفا، وتحدث عن الفريق، ان الفريق هو عندنا لعيبه ممتازين وجيدين. الفريق محتاج يمكن محتاج الى وقت انه يتاقلم على خطط باكيتا، وان الفريق يمكن يصادفه سوء حظ في مباريات اخرى، احيانا تلعب جيدا ولكن تخسر في النهايه. هو يأمل أن في التسجيل القادم إن شاء الله لهذا الموسم أنه يكون جاهز، وإن شاء الله راح يكون جاهز على حد قوله في هالمقابلة. والفرق شو الفرق بينه وبين لويس؟ قال لويس لاعب جيد، وما اعتقد ان احس انه في فرق كبير، وهو يحاول انه يساعد الفريق، واكيد ان شاء الله في المباراة الجاية راح يكون اكثر فعالية في المباريات. نشكر لكم حسن استماعكم لنا، وان شاء الله راح نرد لكم في مقابلة اخرى ان شاء الله.